السلام عليكم. ازاي خسيت 3 كيلو في الساحل؟ ده اكتر سؤال بيجيلي في الدي ام، وبما ان اليومين دول هما يومين دهب حبيت اخدكم معايا ميني فلوج سريع احكي لكم فيه يومياتي في اي رحلة بطلعها ايا كان المكان فين. دايما شنطة حمزة عندي مستعدة فيها مكونات مهمة جدا عندي. النهاردة في الفلوج ده هحكي لكم عنها كلها بالتفصيل، وعاوزة اقول لكم ان هي عادات دايما بتكون بتسهل عليك يومك وبتخليك تعيشه بسهولة. هنبتدي يومنا بمشروب الماتشا. انا عاوزه اقولك لو انت متعود تشرب قهوه جرب ان انت تبتدي يومك بالماتشا. فالماتشا هتديك مجهود 17 مره اكتر من القهوه، وكمان غنيه جدا بمضادات الاكسده، مضادات التهاب، هتفوقك بطريقه صحيه. انا ودايما المره دي ضفت بأخر عليها. الفطار بتاعي قدر الإمكان، والفطار بتاعي بيكون فطار عالي البروتين زي الفطار ده، فول وبيض وأفوكادو وشوية خيار. اعرفكم على ماما لاول مره تقريبا. تعملي ايه يا ماما؟ بشوي. اكلكم فراخ مشويه النهارده ولحمه الله وبربيكيو. الله. ودايما قبل ما بنروح اي مكان بنكون مستعدين ومتبلين كل الفراخ واللحوم اللي احنا هنحتاجها طول الايام عشان ما نحتاجش ناكل من بره او نعك. وسبت ماما تحضر الغدا واخدت الاولاد عشان ينزلوا الميه، وكنت واخده معايا طبعا شنطه حمزه فيها كمان مشروب ماتشا لو احتجت ان انا اخد اي حاجه وانا موجوده عشان الوقت طويل جدا. وكمان كان معايا رايس كيك والبينت باتر بتاعتي، وكمان جرانولا اللي انا محضراها ومكسرات. ودي حاجات هتساعدني ان انا ما اجوعش لفتره طويله جدا، وده مهم جدا ان انا دايما اكون شبعانه عشان ما اضطرش ان انا اعك. الوجبه دي بالنسبه لي هي بتقدر تشبعني فتره طويله جدا، لانها كمان غنيه بالدهون الصحيه، والدهون الصحيه هي من افضل مصادر اللي ممكن تخلينا نشبع مده طويله جدا. بعد ما الاولاد خلصوا الميه طلعت اتمشيت شويه، وطبعا كان معايا ازازه الميه المعتاده بتاعتي الديتوكس اللي بتخليني اشبع مده طويله جدا. وما نسيتش ان انا اجدد كمان السان بلوك بتاعي. نسيت اقول لكم ان انا المره دي استخدمت نوع انتوا رشحتهولي هو الكوري. ادعولي بقى المره دي يكون حلو جدا معايا. اهم حاجه ان انتوا تجددوا السان بلوك بتاعكم طالما انتوا متعرضين لاشعه الشمس مباشره كل ساعتين على الاقل. حاولت أسرق ساعتين لوحدي أنا والترمس، واستمتعت جدا بوقت الغروب والتسبيح، وده أفضل وقت بقدر إن أنا أكون لوحدي فيه ومستشعرة جدا كل عظمة ربنا. ورجعت الشاليه كانت ماما خلصت الشوي، وده كان أحلى باربيكيو ممكن تاكلوه. حضرت الوجبة بتاعتي كانت خضار كتير جدا، ومنسيتش طبعا أضيف لها شريحتين من الشمام، ممكن تضيفوا اي فاكهة تانية. وكمان اخدت معاها البروتين. وما نسيتش قبل الغدا لازم اخد كوباية الصمغ العربي، كلمتكم عنه كتير قبل كده وقد ايه هو ليه تأثير هايل جدا في الشبع والهضم. وبعدين حضرنا نفسنا للخروج بالليل، والولاد استمتعوا بعروض كتيرة جدا كانت موجودة في المكان. وحاولت ان انا معكش خالص لان انا خلاص اصلا كنت شبعانة جدا. جبت مشروب بطيخ بالنعناع وبذور الشيا